السلام عليكم، شلونكم يا جماعة الخير؟ عساكم ان شاء الله دوم بخير وصحة وعافية والسلامة. في البداية اعرفكم عن نفسي، انا كوري من بغداد، عمري 20 سنة. اصور مقاطع ترفيهية، مقاطع هي الاشياء اللي تخطر على البال اصورها وانشرها. هوايتي هذا الشي يعني. العاب، قصص خيالية، قصص واقعية، هيك اشياء. المهم، هاي بدايتي بالقناة، وهذا اول فيديو الي. اتمنى يعجبكم وان شاء الله تستمتعون به. اليوم راح احكيكم عن قصة يعني حدثت بالأنبار، وقصة غريبة كلش، بحيث حيرت شرطة الأنبار كلهم. فتعالوا خلينا نطفي الضوء وندخلكم ويا الجو ونحكيكم القصة. يلا. رجعنا لكم شباب بهالاجواء الحلوة. فيا اخوان هسه راح ابدا بالقصة، بس اريدكم تركزون وياي، واهم شي تجيبون حلوياتكم او اكلكم المفضل وتقعدون تباعون وتاكلون. المهم، القصة صارت بالانبار وتحديدا منطقة العامرية الصمود. صارت القصة بشهر الثاني بسنة 2020. كانت اكو عائلة مكونة من 5 نفرات، اللي هو الاب عبد الجبار مهدي، وزوجته الاثنين، وابنه اللي يبلغ من العمر 16 سنة، وبنته اللي عمرها 19 سنة. فمرة من المرات هم نايمين بالليل والبيت هدوء، بس فجأة فزوا على صوت اطلاق نار، والكارثة صوت الاطلاق النار مو من خارج البيت، لا من داخل البيت. وراحوا مباشرة على غرفة ابوهم. هسه حتقولوا لي ليش الا غرفة ابوهم؟ لان صوت اطلاق النار كان قادم من داخل الغرفة مالت ابوهم. واول ما دخلوا الغرفة لقوا ابوهم ميت، وشافوا طلقتين بصدره وطلقة براسه. لما شافوا دخلوا بحالة صدمة وخوف، كانوا مصدومين وخايفين من شغلتين. الشغلة الاولى ابوهم مات، الشغلة الثانية من قتله، وماكو اي شخص غريب دخل للبيت. وراها بلغوا شرطة الانبار حتى يجون البيت. الشغلة تحير بهاي القصة، عبد الجبار اللي هو رب الاسرة ما كان عنده عداوية احد، ومعروف بدينه والتزامه. يعني بعد ما صلى وكمل وراها بربع ساعة صارت الحادثة وانقتل عبد الجبار. تم قتله. زين، منو قاتل وشون قدر يدخل البيت ويوصل لغرفة النوم الخاصة بعبد الجبار؟ ما حد يعرف اي شيء. حادثة غريبة ومحيرة. بعدها بدأت شرطة الأنبار بالتحقيق بالقضية، وبدأوا يبحثون حتى يعرفون منو قتله. بعد عدة تحقيقات وبحوثات وصلت شرطة الأنبار لنتيجة مؤكدة انه ما حد قدر يدخل البيت. يعني السالفة من داخل البيت، يعني القاتل هو اصلا من داخل البيت. فهمتوا؟ يعني القاتل مو من خارج البيت، لا من داخل البيت اللي هم اهله. والمشكلة مو هنا، المشكلة انه غريبة انه ماكو احد بالبيت غير زوجاته وابنه وبنته. يعني بوقتها ماكو يعني بوقتها ما حد اكو غير اهله. يعني قاتل واحد من عائلته، واكو شك صار بزوجاته، واعتقدوا واحدة من يمهن هي قتلت عبد الجبار، ربما بسبب غيرتها عن زوجته الثانية، او لأن ما يعاملها مثل زوجته الأولى، او مشكلة زوجية بيناتهم. وبسبب هالمشكلة قتلت عبد الجبار. هاي هم قاموا يفكرون هيجي. الشرطة انه قامت تفكر انه خاف واحدة غارت من الثانية، او واحدة من هي اللي قتلت عبد الجبار. فاخذوا الزوجتين حتى يحققون وياهن. وحققوا بالبداية ويا الزوجة الأولى، سألوها شنو السبب اللي خلاش تقتلين زوجك؟ فجاوبت عليهم قسمت وقالت ما قتلته، شلون اقتل زوجي وابو بيتي اللي اكل واشرب واعيش فضل وجوده؟ الشرطة من سمعوا هيك تركوها وجابوا زوجته الثانية، وهم سألوها نفس السؤال، ليش قتلتي زوجك؟ كان جوابها نفس جواب زوجته الاولانية، وتقول مو انا قتلت زوجي ومستحيل اسوي هيك شيء. وبعد ما انتهوا من تحقيق وياهن وبين مو هن اللي قتلن عبد الجبار، وراها توجهوا مباشرة على الابن المراهق، لان مو معقول ان البنت اللي هي اقرب شيء لابوها واحن الناس عليه هي تقتله. وجابوا ابنه وحققوا وياه وضغطوا عليه، وكان جوابه نفس الزوجتين، وقال هذا ابوي مو شخص غريب، شلون افكر اقتله؟ فالشرطة ظلت محتارة، قالت ماكو غير البنت، خل تجيب البنية ونستجوبها، لان كلهم قالوا مو احنا قاتلنا، يعني كلهم قالوا مو احنا اللي قتلنا، وان احنا بريئين من دم عبد الجبار. وجابوا البنت وسألوها نفس السؤال، وجاوبت نفس جواب بقية، وجاوبت نفس الجواب البقية، وكذلك جاوبت وقالت مستحيل اقتل ابوي. فالشرطة حارت، فقرروا ان يبقوهم بالتوقيت لحد ما واحد منهم يعترف ويقول انا قتلته. فبقوهم 72 ساعة، وبهاي الفترة كانوا يحققون وياهم دائما، يحققون وياهم واحد ورا الثاني لحد ما واحد يعترف ويقول انا قتلته. ومن وصلوا للبنت وحققوا وياها انهارت وما قدرت تستحمل، اعترفت وقالت انا قتلته. فاعترفت وقالت اني اللي قتلت ابويا. فردوا عادوا عليها نفس السؤال، فردت نفس الجواب اي انا قتلته. وبعد ما اعترفت سألوها شو قتلتي ومنين جبت المسدس؟
فقالت ان المسدس مال ابوها، فسألوها وين المسدس خليتي؟ فقالت لهم بالفريزر المسدس اللي هي مجمدة اللي يتم بيها تجميد الاكل. فبعد ما راحوا وفتشوا ولقوا المسدس جوا الاكل مباشرة مال الفريزر، فطلع كلامها صح وتأكدوا انه هي اللي قتلت ابوها، اللي المفروض البنية تكون تحب ابوها وحنينة عليه، بس البنية عكس البنات. بعدين سألوها الشرطة ليش قتلتي ابوك؟ فكان جوابها ان ما يخليني ازم التليفون او اطلع او اشاهد التلفاز براحتي. فجوابها كان مو منطقي. فبرأيي اكو سبب ثاني، بس البنية ما اعترفت بيه وقالت غير سبب، لان مو معقولة تقتل ابوها اللي رباها وتعب عليها، تقتل على مطلعة او تليفون وهي كانت بصف رابع اعدادي. مو مثلا نقول ما تعرف حتى تقتله بسبب موبايل. مهم يا اخوان، راح اعرض لكم فيديو عن القصة قاعد احكيها حتى يكون مصدر موثوق من القصة اللي احكيها. في جريمة هزت أركان المجتمع الأنباري، أخيرا وصلت قيادة شرطة الأنبار إلى الجاني الحقيقي بمقتل رجل داخل منزله في منطقة عامرية الصمود جنوب شرقي الأنبار. الجاني هي ابنة المجنى عليه عبد الجبار مهدي، بعد أن حامت الشبهات حول العائلة التي اختارت التخلص من والدها بطلقتين، الأولى في منطقة الرأس والأخرى في صدره، وإخفاء أداة الجريمة في مجمدة المنزل. في لحظة الكشف على محل الحادث في ذلك اليوم، حامت الشبهة بعائلة المجنى عليه المتكونة من زوجاته البالغ عددهم 2، وكذلك بناته وهي المدعوة طيبة، وكذلك ولده الآخر بعمر 16 سنة. أجري التحقيق مع المتهمات المذكورات زوجاته وكذلك بنته المدعوة طيبة، وقد حامت الأدلة وكذلك الشبهات على المدعوة طيبة التي هي ابنة المجنى عليه، تولد 2001، طالبة في الصف الرابع إعدادي في إعدادية عامرية الصمود. وبعد مواجهة الفتاة بالأدلة الجرمية انهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة، وأجري كشف الدلالة لمكان الحادث أمام قاضي التحقيق دون الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي دفعتها لقتل والدها بهذه الطريقة. كانت تدعي بأن سبب هذه القضية أو ارتكابها لهذه الجريمة بحجة أن والدها يضغط عليهم، عدم استخدام الهاتف، عدم استخدام جهاز التلفاز، عدم الخروج في بأوقات بما ترتئي المدعوة المتهمة طيبة، وكان هذه أسباب لا مبرر لها بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. تباينت دوافع هذه الجريمة التي هزت الشارع الأنباري، فيما اختارت الجانية أن تبقي تلك الأسباب من ضمن الأسرار التي تحتفظ بها، وقد تكون الأيام القادمة كفيلة بكشف الدوافع الحقيقية لقتل والدها الستيني داخل منزل العائلة. مثل ما شفت الفيديو، هسه السؤال لكم، هل تعتقدون ان البنية قتلت ابوها بسبب هاتف او تلفزيون، او هاي حجة حتى تخفي السبب الحقيقي؟ لان ممكن يكون سبب خطير وخافت تقوله. كتبوا لي رايكم بسبب القتل. وهنا يا اخوان وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وشير المقطع لاصدقائكم. نلتقي في فيديو اخر، مع السلامة.